ومجموعة المغرب. أذكركم من خلال تواجد كندا، كرواتيا، بلجيكا. جمال، مجموعة نارية بكل المقاييس بحضور كرواتيا وصيف بطل العالم، بحضور بلجيكا ثالث كأس العالم الأخيرة ومصنع النجوم، وبحضور أيضا كندا العائدة لكأس العالم بعد غياب طويل منذ دورة 1986. أعتقد بأنه لما نتحدث عن نهائيات كأس العالم لا يمكن أن نصف مباراة بالصعبة والأخرى بالسهل. المغرب أيضا يملك حظوظا ليزعج كل المنافسين، على اعتبار أنه يتوفر أيضا على لاعبين يمارسون في أكبر الأندية الأوروبية بقيمة تسويقية هي الأكبر بين المنتخبات العربية بمدرب جديد. الحوادث السابقة دائما ما تكون محفزة للمنتخب المغربي في كل النسخ، دائما ما يقاتل من أجل بصيص من الأمل في التأهل، وهذا ما تابعناه في دورة روسيا 2018، حيث أيضا الجميل أيضا أن 9 لاعبين شاركوا في دورة روسيا هم حاضرون أيضا في هذه الدورة. 3 حراس الذين أيضا كانوا في دورة روسيا كلهم يعني متواجدون اليوم مع المنتخب المغربي. قلت أيضا بمدرب جديد هو وليد الركراكي، مدرب شغوف، مدرب متحمس، لديه القدرة على احتواء المجموعة، على احتواء النجوم، وعلى قيادة المنتخب المغربي إلى الطريق الصحيح. وإذا نقل وليد أسلوبه إلى اللاعبين يمكن رغم حضوره المتأخر للمنتخب المغربي أن يكون مفاجأة هذه المجموعة. لما لا؟ نستمع أنا وأنت والمشاهدين إلى الجماهير المغربية تحديدا هنا في قطر. أنا مبسوط كتير عشان فريقنا نجح في الفيفا، وعشان الجمهور المغربي متحمس كتير وتجمع مع الناس هنا، والحمد لله أنا بتشرف وأنا مبسوط كتير. جمال، ومن جمالية كرة القدم وجمال كرة القدم أنها تمنح الفرصة أيضا للمشجعين لإظهار تعلقهم ببلدانهم، وكرة القدم هي أيضا مجال لإظهار تعلق بحب الأوطان. يكون على يقين أن الجمهور المغربي سيصنع الحدث هنا في الدوحة، سيملأ المدرجات بإعداد قياسية جدا، وسيشجع إلى آخر رمق ليساهم في دفع المنتخب المغربي إلى الأمام. اليوم صعبة، أصعب مجموعة لمنتخباتنا العربية مجموعة أي منتخب؟ السعودية، المغرب، قطر، تونس. الأصعب أنا بالنسبة لي المنتخب قد يكون المنتخب التونسي هو الأصعب مع فرنسا واستراليا والدنمارك. أما السعودية، أرجنتين، هو المجموعات كلها صعبة. أنا أرى أرجنتين، المكسيك، بولندا عفوا، قطر، نذكر في الإكوادور، هولندا، السنغال. نعم، نتمنى تأهل جميع منتخباتنا. النسبة الأعلى للمنتخب العربي في التأهل لدور الإقصائي، أعلى نسبة حظوظ المنتخب القطري. منتخب القطري. نعم. هناك من يعطي أيضا الأفضلية يعني إمكانيات أكبر للمنتخب المغربي. نعم. على اعتبار صحيح أن مجموعة صعبة جدا بوجود كرواتيا ووجود بلجيكا، على اعتبار قيمة اللاعبين. نعم. وممارستهم في دوريات أوروبية كبيرة، ممكن أن يكون يعني أكبر حظوظ للمنتخب المغربي. في ظل التوزيع العادل للصعوبة على المنتخبات العربية، أعتقد أن المنتخبات العربية يجب أن تلعب بتواضع ولا تضع على نفسها ضغطا أكثر من تتحمله. المنتخبات العربية كلها في مجموعات صعبة، ولذلك أن تلعب بكرة قدم جميلة تشرف، هذا هو الأحسن. سؤال يفرض نفسه مشاهدينا، من الأفضل، عرب آسيا أم عرب أفريقيا؟ عبد الكريم مع أفضلية عرب آسيا، طارق مشاهدينا مع أفضلية عرب أفريقيا. إذن نحتكم للرأي الثالث. يتقمص أحد الضيوف دور الحكم بين الضيفين الآخرين. عبد الكريم تفضل. المقارنة قد تكون صعبة، وهذا يعني يجب أن نعترف فيه، لكن قياسا على تاريخ المشاركات وعدد المشاركات والمواجهات المباشرة، أعتقد بأن يعني علينا أن نقول بأن عرب آسيا دائما ما كانوا أميز في المشاركة الأولى
للمنتخب السعودي في 1994 وهو حامل لواء عرب آسيا، تمكن من الانتقال إلى الدور الثاني. الكويت في 82 حقق نقطة أمام تشيكوسلوفاكيا. المواجهات المباشرة المنتخب السعودي تفوق على المنتخب المغربي في 94 وتفوق على المنتخب المصري أيضا في البطولة السابقة. نعم هناك قيمة للمنتخبات انتهى وقتك عبد الكريم، تفضل طارق. الرياضيات هي أم العلوم، وبالحساب عرب إفريقيا متفوقون على عرب آسيا في من مر إلى تجاوز الدور الأول. المغرب 86 في المكسيك، الجزائر 2014 في البرازيل، مروا إلى الدور الثاني، مروا من مرحلة المجموعات، بينما فقط السعودية هي التي مرت في 86 في 94 في أمريكا. 2 ضد 1، هذه لغة الرياضيات، فلذلك فنتائج عرب أفريقيا أفضل. خلصت قبل الوقت. طارق. جمال. خلص قبل الوقت لأن الأفضلية لعرب إفريقيا، وأعتقد أنه استطاع أن يختصر المشهد لتفوق عرب إفريقيا. جمال، قناعتك ولا قناعة ما سمعت من طارق؟ قناعة واضحة، لأنه حتى بمنطق الأرقام تعاطف منطق الأرقام، يعني عدد انتصارات الرياضيات هي أم العلوم. عدد انتصارات المنتخبات العربية في كأس العالم من أفريقيا أكبر بكثير يعني من انتصارات منتخبات عرب آسيا. عدد تعادلات أيضا أكبر بكثير، التعادلات المنتخب المغربي، الجزائري، المصري أكبر بكثير. فيعني لا قياس مع وجود الفارق فيما يتعلق بهذه النقطة. صحيح المنتخب السعودي يتفوق على بقية المنتخبات العربية لأنه فاز على المغرب وفاز على السعودية وتعادل أمام تونس، ولكن الحصيلة الإجمالية هي في صالح عرب إفريقيا. الحكم أقنع عبد الكريم أكثر مع طارق من يكون معك في الحجة، وراعوا إلى الأرقام والإحصائيات. حق بالتأكيد، واحنا مستمرين في الماراثون، مستمرين في بالتأكيد حلقات قادمة. لا حق، بس هو في نهاية حديثه اعترف بتفوق عرب آسيا على عرب أفريقيا في المواجهات المباشرة. جميل. آراء نجوم منتخبات العربية في حظوظ منتخباتهم أكيد لها دور كبير، نستمع لها مشاهدينا الكرام. أنا أعتقد بأنه لما نتحدث عن نهائيات كأس العالم لا يمكن أن نصف مباراة بالصعبة والأخرى بالسهلة، فكل المباريات تتشابه، وما علينا إلا أن نتمعن جيدا في مختلف كؤوس العالم التي أقيمت منذ بدايتها، ونقف بالواضح على أن كل مباراة لها خصوصياتها، وكل مباراة تلعب على الجزئيات، والفريق الذي يكون أكثر استعدادا بطبيعة الحال بدنيا وذهنيا وأكثر تركيزا في المباراة واستفادته من مختلف الجزئيات سواء دفاعيا أو هجوميا، والفريق الذي يكسب المباراة.